النهارده هنتكلم على موضوعين مهمين قوي. الموضوع الاولاني، يا كابتن طارق السيد، انت اصلا تاريخك في الكوره معروف. انت واخد لك بطولتين، يعني عم حارس واخد بطولات اكتر منك. يا اللي بتتكلم على الاهلي وتاريخ الاهلي، النادي الاهلي طول عمره بيقول الاهلي بمن حضر، انت طالع بتقول ده انتوا سرقتوا الكلمه دي مننا. منكم بناء على ايه؟ يعني انتوا اصلا ايه اصلا الزمالك عمري ما سمعت حد يقول الزمالك، انتوا اصلا ايه اصلا عشان إيه؟ حد يقول عليكم الزمالك بمنحدر. طالع تقول الاهلي سرق مننا البطولات والاهلي سرق مننا اللعيبه والاهلي عيب، حتى الالفاظ يعني عيب. ده انت راجل اعلامي وبتطلع وبتقاوح وبتعمل وبتصطاد في الماء العكره، لو في اي مشكله مع اي حد تطلع وتسخن الدنيا وتولع الدنيا. انت عايز تعمل اي فتنه وخلاص عشان الدنيا هاديه، ولا عشان عارف ان انتوا خيبتكم تقيله كاداره زمالك فبتعلق شماعتكم على اي حد تاني؟ الاهلي بمنحدر، والاهلي ما خدش منكم ولا لعيب، واللعيبه هي اللي جايه بمزاجها، وانتوا واخدين لعيبه من الاهلي. فما تطلعش تقول بقى انتوا سرقتوا اللعيبه وسرقتوا البطولات وسرقتوا والاهلي حتى الكلام سرقتوا كلمه الاهلي بمنحدر، دي كلمتنا. عيب يا كابتن سيد، يا كابتن طارق. ده انت المفروض ان انت من يومين كده كنت برضو بتتكلم كلام في الهوا كده، تقول انا احسن من علي معلول وبتاع. انت هتقارني بعلي معلول؟ ده علي معلول بليناته كلها، اجوانه كلها بلينات. عيب يا كابتن طارق، عيب. ما تسخنش الدنيا وطالع الدنيا بعدها. وقلنا لكم بصوا لنفسكم وبصوا لادارتكم. الحاجه التانيه، امبارح الاعلام اللي طالع على قناه الزمالك بيقول لك انت هتجيب حمارتي جنب حمارة العمده. حد دي ايه؟ قناه ايه دي بقى؟ قناه ايه دي؟ لا مؤاخذه يعني، لما واحد طالع في الاعلام، راجل اعلامي وراجل طالع على قناه على الهوا بملايين بتتفرج عليه، سواء من الزمالك ولا من الاهلي ولا من الدنيا كلها، طالع يقول لك انتوا هتجيبوا حمارتي جنب حمارة العمده. كل دوت عشان خاطر ماتش هيتلعب بتاع سيراميكا وماتش هيتلعب، يقول لك دي مؤامره ومش مؤامره على ايه؟ على البطوله اللي انتوا فيها. انتوا البطوله اللي انتوا فيها ديت اصلا لو خدت ده، البطوله اللي انتوا فيها دي معموله كده بس مجامله. لو انت هتتكلم عن مجاملات، بياخدوا ثالث ورابع من كل فرقه من كل دوري، بيقول لك نفرحهم ببطوله كده نسميها الفيدراليه. ثالث ورابع الانديه في كل دوري هم اللي بيخشوا البطوله دي. يعني انتوا تحمدوا ربنا اصلا ان انتوا بتلعبوا، يعني ان معمول لكم بطوله. انت هتجيب ماتش الجيش الملكي زي ماتش كايزر تشيفز اللي انتوا هتلعبوها دي، ده انتوا هتطلعوا اصلا. وانا هو انت هو بقول لك من دلوقتي انتوا هتطلعوا اصلا. الماتش بتاع كايزر تشيفز مش هتتغلب، مش هتعرفوا تكسبوها. وهتشوف تقول لي عاملين مؤامره ومش عاملين مؤامره وحاطين ماتش. اتحاد الكوره هيعمل مؤامره مع الاتحاد الافريقي ورابطه الانديه على الزمالك ليه؟ عشان ايه؟ سلام عليكم.